الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين في كل مكان، اسعد بكم وحلقه جديده من برنامجكم حكايه كوره، اللي دايما بنفتح فيه كل الملفات الشائكه، ودايما بنستضيف فيه كل الاكاديميات، سواء براعم، ناشئين، مدربين، كل هذا الكلام يعني معانا في برنامجنا. شفت عليكم شويه كده، لكن الحمد لله عوده من جديد تاني في هذا البرنامج. النهارده معانا تقارير كتير جدا، لكن في الاول كده هناخد تقرير وهناخد لقاء موسع شويه كده مع الكابتن علاء المنسي، مدير فني لاكاديميه النجوم بتل راق بكفر صقر محافظه الشرقيه. هنتكلم معاه بخصوص بقى الفنيات والتسويق والكلام ده كله، ورايه بقى في قصه الاكاديميات والتقنين والاوضاع اللي انتم شايفينها حاليا دلوقتي بيمر بيها طبعا كل القطاعات. قبل ما ابدا هاخد يعني حاجه بسيطه كده على تتويج محمد صلاح فخر العرب ايضا بافضل لاعب في افريقيا الموسم او السنه الثانيه على التوالي. يعني مبروك طبعا محمد صلاح فخر مصر، كلنا طبعا مبسوطين فرحانين. والخبر الثاني هو استضافه مصر افريقيا ان شاء الله، المقرر ليها 5 يونيو القادم. كلام تردد بقى، اقاويل كتير ترددت في الفتره اللي فاتت على ممكن يكون فيها تأثير سلبي على إلغاء بطولة الدوري، لكن أنا أعتقد صعبة جدا إلغاء الدوري، لأن يعني ممكن أنت تضغط المباريات، ولو في 3-4 مباريات متبقية خلاص بعد بطولة أفريقيا ممكن تلعبوا مفيش مشاكل يعني. لكن إنك تلغي الدوري أعتقد صعبة جدا، يعني في حاجات، في ثوابت موجودة يا جماعة، في إعلانات وفي دعاية وفي قصص وحوارات صعبة جدا إنك على الاقل خالص تفكر في الغاء بطوله الدوري. يعني دي اللي انا شايفها مستحيل يعني. يعني انت كده منتخب مصر كان هيشارك في بطوله افريقيا، سواء في الكاميرون او في اثيوبيا او في اي حته، يعني اي مكان. فبالتالي انت اصلا كده يعني الدوري هيقف، ده شيء مؤكد عشان المعسكر والسفر والكلام ده. لا ده بالعكس، ده استضافه مصر لكاس الافريقيه شال عبء كبير جدا على اتحاد الكوره والمسؤولين، لانك ما فيش سفر، ما فيش طبعا يعني مش عايز اقول، لكن الظروف الماديه هتبقى اقل شويه. عندك 6 ملاعب اعتقد هيستضيفوا هذه البطوله، اللي نتمناها باذن الله يا رب تكون بطوله مصريه خالصه، ونتمنى طبعا التوفيق لكل اللي هيشارك وكل اللي هينضم لمنتخبنا الوطني. 11 راجل في ارض الملعب، بطوله مش سهله، فيها فرق كبيره جدا، فرق قويه جدا، فرق لها اسم. احنا البطوله الماضيه خسرنا من الكاميرون في النهائي 2-1 بعدما كنا متقدمين. اذا لابد من الجهاز الفني للمنتخب ان هو يكون حاطط بعين الاعتبار ان البطوله بطوله قويه، وعوده الجماهير يا جماعه دي بروفه او ما فيهاش كلام. عوده الجماهير 6 السادات هتلعب عليهم طبعا بطوله افريقيا، فبالتالي اكيد ومن المؤكد ان الجمهور لازم يحضر ويآزر، سواء كان في اسكندريه، في برج العرب، في القاهره، الكليه الحربيه، استاد السلام اعتقد ممكن، او استاد الحدود، يعني اي استاد هيستضيف هذه البطوله لازم الحضور الجماهيري يكون قوي. يعني الحضور الجماهيري دايما هم صبوا يعني 16 صوت لمصر، معناه يا جماعه ان مصر مستقره، معناه ان في نجاح في مصر، معناه ان الدنيا هتمشي صح في مصر، مقابل صوت وحيد فقط لجنوب افريقيا. فبالتالي اني بنقول يا رب يوفق منتخبنا الوطني، كل اللعيبه عايزين 11 راجل في الملعب، الاحتياطي زي الاساسي، مفيش اي خلاف يعني. طولت عليكم شويه، لكن هنرحب بقى بالكابتن علاء المنسي مدير فني. مرحبا بك يا ما انا اللي بشرف بيك كابتن فريد، وبشرف اللي على قناه صوت العرب. حبيبي يا كابتن، بشرف اللي مع حضرتك النهارده. ربنا يخليك يا رب كده، ويكون حلقه شيقه يا كابتن علاء. ربنا يخليك. السيد الشرباجي برحب بيه. مرحبا بك يا كابتن. شهاب. مرحبا بك. يوسف. مرحبا بك. لا علي صوتك، عايزك شويه، علي صوتك شويه. احمد محمد. احمد محمد ده اسمك ولا؟ لا اسم. الاسم الثالث اسمه ايه؟ احمد محمد ايه؟ احمد محمد الشحات. احمد الشحات ماشي. عمر صلاح برحب بك يا عمر يا نجم، وشكلك كده لعيب قوي. هنعرف الكلام ده كله من الكابتن علاء. كابتن علاء بدايه كده
قول لي شاف اعمار معاك صغيره واعمار متوسطه واعمار ناشئين، انت عندك في الاكاديميه بتلعب على مثلا على بعض الناشئين ولا بتلعب على كل الاعمار؟ لا، عندنا في الأكاديمية كل الأعمار موجودة من 99 لغاية 2012 كمان موجودة. موجود عندك 2012؟ عند 2012 لعيبة كورة إن شاء الله جايين حاجة تحفة كده. يعني انت عندك بقى كل المستويات، كل المواليد وكل المستويات موجودة. يعني مش حاجه مقتصره مثلا لا. على عيل صغير زي لا. يوسف. هو عامة الشغل كله على الولد الصغير الفترة الجاية. يعني انت بتحط كل ترتيبك وتركيزك كله على هو كل أندية مصر كلها شغال البراعم الصغير من هنا الفترة الجاية كلها. كل الشغل بتاعك 11 هيكون 9 و10 دي أكتر 3 مواليد مطلوبين في مصر. بالتوفيق يا نجم دايما، ونشوفك كده استنى. اسئلتك شيقه. هروح للساعه 6 موت كام؟ 2005. 2005 13 سنه مش كبيره. لا بس يعني أول سنة 11 السنة دي. أول سنة لما لعبت لسه السنه دي. مع 2005 لو حسبت هتلاقي 14 سنه برضه مش صغير. هم فتحوا لهم الملعب بعد ما كانوا بيلعبوا 9 يعني الدنيا برضه عادت اصبحت يعني يا دوب العيل في التوقيت ده او المواليد دلوقتي بتبقى صعبه زي لان الموسم اللي جاي يا جماعه 2005 ده هيلعب دوري، يعني 2005 ده السنه الجايه هيلعب دوري ناشئين، بالتالي مش هيكون براعم، مش هيكون ضمن مدرسه الكوره، لا هيكون ناشئين لدوري يعني. يوسف مواليد كام؟ 2010. لا شهاب 2006. 2006. انت 2006 بيلعب ايه يا كابتن؟ بتلعب ايه؟ لا في الود والمصري والبورسعيد حاليا ان شاء الله. انت بتلعب في المصري؟ رحت خلاص قيدت ونزلت التمرين ولا ايه؟ ان شاء الله الاسبوع الجاي بعد اجازه الامتحانات ده خلص كل حاجه ان شاء الله. كل حاجه يعني. انت فيرو ده شاب بتجيب جوال ولا اهداف ولا ايه؟ انت هتقعد تملي كده بتتكلم ايه؟ بتجيب اهداف يعني. ماشي يا يوسف، انت موت كام؟ 2010. 2010 يعني 9 سنين كده. يوسف من اصحاب الشخصيات القويه في بتلعب ايه، مهاجم ولا مدافع ولا ايه؟ مهاجم. مهاجم. بتسجل اهداف؟ بتجيب يعني؟ خلص صوتك كده في اشول ولا يمين ولا ايه؟ اثنين. الاثنين، بتلعب برجليك الاثنين. طيب هروح لعمر صلاح. عمر انت مركزك في الملعب؟ لا ارجع ورا كده وعلي صوتك. مهاجم. مواليد كام؟ 2004. انا ناشئ برضه. رحت اختبارات. انا كنت بلعب في طلخه في المنصوره مع كابتن سيد دبور. طبعا. بعد كده رحت امبي. ورجعت طلخه تاني السنه. رحت طلخه تاني؟ رجعت طلخه تاني. في طلخه وفي سمات طلخه وفي كهرباء طلخه، في انديه كتير جدا. طلخه نادي طلخه مع كابتن سيد دبور. يعني انت حاليا دلوقتي في طلخه، مقيد في طلخه. أيوة. بتلعب ايه؟ وبنلعب دوري كمان. توفيق. احمد شحات مواليد كام؟ 2005 برضه. اسمك حلو يا احمد. 2005 وانت تقدر تلعب فين دلوقتي؟ لا حاليا في الاكاديميه. الاكاديميه مع كابتن علاء. مرتاح مع كابتن علاء؟ حاسس ان الكره دي هي حياتك املك؟ طبعا اي حد يا جماعه الكره ده عنده بالنسبه له هي كل شيء. شفنا كتير جدا طموحهم عالي جدا، سقف الطموح عنده عالي، وده حق مشروع للجميع. لكن في النهايه دايما بنقول مش كل طموح لازم توصل له، مش كل طموح هتوصل له. في النهايه انت بتعمل اللي عليك، التوفيق وعدم التوفيق بتاع ربنا. لكن دايما انت بتجتهد مع الأسرة، وبتجتهد مع المدرب، بتجتهد مع القطاع، بتجتهد مع النادي، وبتحاول هنا مرة وهنا مرة في النهاية عشان تصل لحاجة انت عايزها. قلنا قبل كده 20,000 مرة الكورة ما هي السهلة، الكورة ضغط بدني ونفسي وذهني، سواء على الولد أو على الأسرة، يعني سواء من الظروف المادية أو ظروف المعيشة. لكن دايما الولد بيكون عنصر مؤثر جدا. لو الولد موهوب بالتالي الأهل يعني ايه بيتماشوا معاه في موهبته، وده اللي احنا بنقوله. ولدك موهوب، الولد موهوب، عندك النية ان الولد يكمل، اتعب معاه وانت هتلاقي. وجهة نظر الشخصية. انت قلت لي انت مواليد 2005، بتلعب ايه معاه؟ حارس مرمى. بحب الحارس المرمى ده عايز يكون عنده لياقة، مش سهلة يعني، ولا انت شايفها سهلة؟ لا هي مش سهلة. محتاجة شغل. محتاجة شغل بدني قوي يعني، صح؟ كابتن علاء، حراسة المرمى عندك في مدربين حراس مرمى ولا؟ في مدربين عندي. المدرب الكابتن احمد العشري من احسن حراس المدربين عندي. يعني عندك مدرب حراس مرمى؟ ما شاء الله عليه كويس. كان حارس مرمى ومبدع عامة، لان حراس المرمى كلها في النيات.
يعني كل يوم في جديد مع حارس المرمى برضه. بسم الله ما شاء الله. عندك حراس غير احمد؟ عندي عبد السلام وعندي احمد سالم حارس مرمى في سي مصر فرقه اول ده ابن ده. لا عندي حراس مميزه. عندك حراس مميزه. طيب السؤال ده هطلع لفاصل صغير وارجع لحضراتكم نكمل حوارنا الشيق. هطلع لفاصل وارجع لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورجعنا تاني بعد الفاصل. لكن معانا اتصال تليفوني مهم جدا. كابتن احمد لطفي المدير الفني لبلديه الاسماعيليه بالاسماعيليه. كابتن احمد مساء الخير. الو مساء الخير يا كابتن احمد. مساء النور يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ طمنا عليك وطمنا على الفريق عندك. الحمد لله يا فندم. والله اخبار حضرتك ايه؟ والله الحمد لله يا كابتن احمد والله بخير. والله حضرتك ماسك المدير الفني لفريق بلديه الاسماعيليه صح؟ بلديه الاسماعيليه. وضعها دلوقتي حاليا في الجدول يا كابتن احمد؟ المركز السابع. السابع مجموعه القناه. انت متولي المسؤوليه من فتره ولا من متولي المسؤوليه من بعد سادس ماتش في الدوري خلف الكابتن حمام ابراهيم. يعني بعد الكابتن حمام. عندك في لعيبه بعض اللعيبه المميزه يا كابتن احمد؟ يعني عندك بعض اللعيبه المميزه تقدر انت تستعين بيهم من الناشئين مثلا 97 99 والكلام ده؟ معايا لعيبه مميزه. يعني معايا انا بلعب في 5 عناصر اساسيه معايا. علي صوتك يا كابتن احمد شويه معلش والنبي. في 5 عناصر اساسيه بلعب بيهم مواليد 97 و98. تمام. يعني دي في بعض العناصر انت مصعدهم يعني؟ دول مصعدهم. بلعب بيهم لسد العكس في بعض الاماكن. في دعم من عندك يا كابتن احمد؟ في دعم من عندك من الاداره واقفين معاكم في مسانده؟ في عندنا راعي الرسمي كابتن احمد ابو علي متولي المسؤوليه الماديه. طبعا الراجل لوحده كتر خيره وبيصرف على الفرقه متولي لوحده خالص المسؤوليه يعني. فطبعا الحاجات يعني هي الدرجه الثالثه يعني بيبقى الامكانيات الماديه فيها ضعيفه شويه. ورغم ان هو دوري قوي جدا يا كابتن احمد. رغم ان هو دوري ده احنا عندنا معانا فرقه الشرقيه نفسها بتاعت المحافظه. هي اول الجدول. وكهرباء الاسماعيليه. والكهرباء معانا فرقه وغزل السويس. فرقه في المجموعه فرقه كبيره وليها اسامي قوي. لكن انت بتضع يعني طموحاتك ان انت تعمل حاجه او على الاقل خالص يبقى في مركز متميز يعني. ان شاء الله على الاقل ان شاء الله السنه دي هنبقى في المربع والذهبي ومن بدايه الموسم ان شاء الله عندنا على الصعود. لان احنا كل سنه نادي بلديه الاسماعيليه بيلعب دوري الترقي. تمام. السنه دي نظرا
الظروف الماديه دايما هي عائق كابتن. الظروف الصعبه اللي مر بيها الفريق. الناشئين اللي بيلعبوا بنعمل فريق للمستقبل ان شاء الله. السنه الجايه نقدر ننافس على الصعود. يلا حبيبي التوفيق يا رب، ونشوفك كده صاعد ببلديه الاسماعيليه ودايما موفق ان شاء الله، وانت تجاربك كلها ناجحه كابتن احمد، واحد من الشخصيات المحترمه جدا. شاكرين جدا على دعم حضرتك حبيبي يا كابتن، الله يخليك يا كابتن. اتفضل يا كابتن، اتفضل. طبعا مداخله مهمه جدا الكابتن احمد لطفي، واحد من الناس المحترمه جدا، مدير فني الفريق الاول ببلديه اسماعيليه. ارجع تاني لحوارنا مع الكابتن علاء، كنت بكلمه في قصه الناشئين والقصه اللي انت شايفها كابتن علاء دلوقتي، قصه الاستثمار. انت ايه رايك في قصه الاستثمار دي؟ والله يا كابتن في مصر احنا واخدينه غلط شويه. يعني بدون فهم خطا شويه. تمام. في ناس محترمه شغالين كتير في الموضوع ده، بيخاف على اسم النادي اللي معاه. يعني في ناس بتاخد النادي تخاف على اسمه الاول. لكن في ناس مش فارقه معاه، مش هتفرق كتير. بتلعب ما بتلعبش. يعني انت ادفع امضي وخلاص على كده. يعني انت وجهة نظرك مثلا ان الموضوع مش عند كل المدربين. لا، في ناس تانية بتتكلم في قصة كابتن علاء ان القصة كلها قصة استثمارية، يعني هو واخدها نظام حاجة يهتم مثلا يكسب من وراها فلوس. مش لا، في ناس انا علاقة بيها، ناس محترمة. شغل بتخاف على اسم النادي الاول بس اللي فيه. تمام. كشغل وكمحافظة. وفي ناس تانية برضه نتعامل. مش فارقة معاك. المهم انت هندفع قد ايه وما تلعب. بتلعب بقى ما بتلعبش مش فارقه. مش قضيه. مش قضيه. في النهايه هو يهمه المكسب المادي. قد ايه عشان اخد ادهم زياده كمان. الشرباجي، انت عايز اهلاوي ولا زملكاوي؟ عايز تكون زي مين؟ اهلاوي. عايز تكون زي مين؟ كله عايز يبقى زي محمد صلاح. غير محمد صلاح في كريستيانو رونالدو، في ميسي. لا، هنا في القاهره انت بتقول انا اهلاوي يعني، فاهمني؟ فبالتالي انت تلعب على حته ان انت عايز تكون حاجه. صح. وده امر طبيعي يعني، صح. وده حقك. انت شايف ان الطموح ده مش صعب شويه عليك؟ يعني انت طموحك عالي، لكن محتاج منك شغل، في بقى دعم من والدك والدتك الحاجات دي؟ والله الاسره معايا في البيت يعني مش اثرت في الامور الماديه ولا كده، ويعني يعني معاك في كل حاجه يعني. مش في مشاكل. لا، نفس طويل فعلا معايا خالص. نفس طويل معايا زياده كمان برضه. هو حلمهم وحلمه لازم. طب انا هاخد اتصال تليفون، هقطع كابتن ايمن خليل، مدير فني لفريق 2001 بالاسماعيليه. كابتن ايمن. ايوه، السلام عليكم. مساء الخير، برحب بيك وفي برنامجنا حكايه كوره على قناه صوت العرب يا كابتن. الله يخليك يا حبيبي. الله يخليك. الله يخليك. طمنا كده على قطاع الناشئين بالاسماعيلي والفرق المنافسه عندك والقطاع بصفه عامه يعني. والله طبعا انا سعيد ان انا معاك. ربنا يخليك كابتن. ربنا يخليك كابتن. وانا عاوز اقول لك حاجه برضه عشان اديك فكره عامه يعني. اتفضل. انا طبعا مسكت دلوقتي مدير مدرسه الكوره في النادي الاسماعيلي بعد ما كابتن احمد قناوي طلع الفريق الاول. تمام. فالحمد لله انا الملك بقى بمدرسه الكوره وبالقطاع يعني. يعني انت دلوقتي حاليا مدير فني فريق 2001 ولا مدرسه الكوره؟ لا، مدير مدرسه الكوره دلوقتي. مدير مدرسه الكوره بنادي الاسماعيلي. لان هم كلفوني دلوقتي بعد ما طلع كابتن احمد قناوي، انت عارف مدرسه الكوره. طبعا عارفها طبعا. فيها 7 فرق. وعندنا قد ايه كمان يعني 14 فريق. فطبعا مسؤوليه كبيره يعني. صعبه جدا. بعد طبعا رحيل كابتن احمد فوزي من فتره ورحيل بعض الناس ومجيء كابتن بزوكا وكابتن اسماعيل. لكن طمنا برضه على بعض الفرق اللي انا شايف انا يعني اسمع ان 97 ماشي بشكل كويس، 2003 مع الكابتن وليد بليغ ماشي بشكل كويس. بعض الفرق هو يا كابتن هو طبعا في طبعا فرق مميزه عندنا بصراحه، فرقه 99 وان شاء الله يعني يمكن امبارح بس لاعبين مصر مع المريخ البورسعيدي الفريق الاول متعادلين 1-1 في بورسعيد. ففرقه محترمه جدا، وهي دلوقتي الثاني في الترتيب. الجدول بعد النادي الاهلي فرق نقطه او نقطتين يعني. يعني مش فرق كتير يعني. لا فرق مصر يعني اقل من مصر، لكن فرقه محترمه جدا فيها كم لعيبه
فرقه 99 و2000 هم طبعا مضمونين على بعض. ففيها كم لعيبه يعني مستقبل النادي الاسماعيلي فعلا يعني. طب هل يا كابتن ايمن بيكون في استعانه من الفريق الاول لبعض العناصر الجيده في قطاع الناشئين مثلا؟ هل في انتقاء او هل في الناس المدير الفني بياخد رايكم في شيء معين مثلا؟ والله بص دلوقتي الحمد لله في تعاون جامد جدا بين الفريق الاول، ويعني كل ماتش على الاقل ماتش ودي الفريق الاول بيستعين بلعيبه من القطاع الناشئين متابعه ليهم. في متابعه من المباريات الفرق القطاع الناشئين بالذات 97 و99 عشان برضه هم القريبين قريبين من الصعود. ففي متابعه من الجهاز الفني بتاع الفريق الاول على طول لمباريات الفرق دي. غير طبعا يعني انا الحمد لله الفتره دي الفريق الاول لما بيكون بيسافر بره افريقيا او في ماتش في ناس مستبعدين فانا بروح امرنهم الفتره دي. يعني انت برضو يعني انت بين المدرسه وبين اي فريق يحتاجوك فانت مفيش مشاكل. لا طبعا مفيش مشاكل. يعني ده بيتك في النهايه وانت تحت امر النادي في اي وقت يعني. طبعا. عندك برضو بعض اللعيبه بتاعت 2001 اللي كانت انضمت لمنتخبات الناشئين مع كابتن 2001 ما شاء الله كابتن فرقه فيها كم لعيبه ان شاء الله. فيها بعض العناصر الجيده. هم بس برضه يعني هم زي ما تقول الاحتكاك ولسه في بطوله الجمهوريه لسه بدايه فيها. لكن يعني هي بيقابلوا شويه صعوبات بس يعني لكن هي فرقه لو حضرتك جيت شفتهم بس يعني في المباريات بتاعتهم مفيش حد بصراحه يعني تعالى اتفرج على النادي الاسماعيلي بجد يعني. هو كانت علينا اخر مباراه تقريبا في الاتحاد مع الاتحاد 1-1 باين. 1-1 لحد الدقيقه 39 من الشوط الثاني. في بعض كان في 2-3 راحوا المنتخب اعتقد من 2001. لا في اكتر من لعيبه كابتن اكتر من لعيب راحوا المنتخب اكتر من 2-3 ومنهم بقى ربنا يشفيه بقى كانت اشرف القزعه احمد اشرف جاله صليبي برضه. احمد اشرف سمعنا كان برضه في محمود ماهر راح المنتخب. ومحمود ماهر طبعا لعيب كويس جدا ومواليد 2002 محمود 2002 يعني يعني اصغر كمان منهم. اصغر لكن هو برضه معنى ان هو يكتشف بعض العناصر دي او ياخد بعض اذا الاسماعيلي محطوط في بوصله لوحدها يعني برضه الكل بينظر للاسماعيلي ونتمنى ان شاء الله الخير يا رب يكون موجود على ايدك. طبعا انت الاسماعيلي من زمان يا كابتن يعني مش عاوز اقول لك ان المنتخب قوامه كل اسماعيلي طبعا. قوامه الاسماعيلي بص عليه قبل اي فرقه. صح يعني الحمد لله احنا مميزين لعبتنا اولا سنها كابتن مظبوط. تمام. خلي بالك من النقطه دي كويس. سنها مظبوط لان في مع احترام في فرق فيها تسليم وفيها تدوير فبيجي ساعه البطولات يتعمل بقى كشف وتعمل الحاجات دي بيبان فبتتعب معاهم وبعد كده ما بتستفادش منهم في البطوله. لا احنا بنتمنى لك دايما توفيق يا كابتن مصري وهيكون ليك حلقه انت بقى خاصه وهعمل معاك تقرير حلو كده في مدرسه الكوره ان شاء الله. وانت من الشخصيات المحترمه جدا كابتن ايمن وانت واحد من الناس اللي ابن النادي بجد اللي يحتاجه النادي بيلاقيه يعني. الله يخليك الله يخليك يا كابتن مصري ربنا يبارك فيك كابتن ربنا يخليك. اتفضل يا كابتن اتفضل يا كابتن. طبعا مكالمه مهمه جدا من كابتن ايمن خليل كان مدير فني 2001 بنادي الاسماعيلي ثم انتقل ضمن مدرسه الكوره بنادي الاسماعيلي. هروح احمد انت طموحك ايه المرحله اللي جايه؟ انت 2005 عايز زي مين يعني؟ عايز توصل زي مين؟ زي الكابتن. لا علي صوتك. زي الاسطوره عصام الحضري. انت اهلاوي تحب عصام الحضري يعني؟ بحبها. والشناوي وجنش والناس دي؟ برضه تحبوه؟ ايوه. ملتزم مع الكابتن علاء؟ بقالك كام معايا؟ بقالك كام شهر كام يوم مع الكابتن علاء ولا من اول ما فتح الكابتن علاء وانت معاه؟ لا مش يعني هو مش اول ما فتح على طول يعني. يعني حوالي 2 أو 3 كده. سنتين مع الكابتن علاء. وانت عمرو طموحك ايه؟ طموحي عايز اكون زي الكابتن عماد متعب ان شاء الله. كابتن عماد متعب بتحب الكابتن عماد؟ انت اهلاوي. طيب هناخد اتصال تليفوني مع الكابتن عصام عيد رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز. كابتن عصام مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. اخبار حضرتك ايه عامل ايه؟ طمنا عليك. الحمد لله الله يخليك. طمنا كده على قطاع بيراميدز كده والبراعم اللي عندك والموهوبين والقطاع يعني في وجودك
شيق زي ما بقول. معاك يا دولي. ربنا يخليك كابتن. معاه ولا ايه؟ يا باشا اتفضل. ماشي يا كابتن معاك. احنا قطاع الناشئين بيراميدز اللي موجود في المنتجع الاسيوط هنا 7 فرق ناشئين. معايا يا دولي؟ انا معاك يا باشا، اتفضل يا كابتن. وفي 5 فرق البراعم موجودين في اكتوبر. مع في ناس مدير قطاع البراعم كابتن فولي. مع كابتن فولي طبعا. احنا هنا عندنا 97 و99. ده فين يا كابتن؟ في المنتجع عندك ده ولا ايه؟ كل اللي بقول لك عليه ده في منتجع الاسيوط. المنتجع بالملاعب. انا اسمع ان هنا في القاهره في حاجه في اكتوبر. ده مواليد كام؟ في القاهره البراعم اللي هي في مدينه مبارك. ده البراعم الصغيره. البراعم اللي هي من 2005 و2006 و7 و8. ده مأجرين لهم مدينه مبارك. مدينه مبارك. مأجرين البراعم. في الناشئين في منتجع الاسيوط مأجرين الملاعب هنا والفندق والقريه كلها يعني مأجرنا سنه. اللي هي 97 و99 و2001 و2003 بيلعبوا جمهوريه. وال 2002 و2000 و2004 منطقه بني سويف. طمنا على 97 عندك جمهوريه، 2001 جمهوريه، طمنا عليهم فين؟ مستواهم عامل ازاي؟ انت متابع النتائج ولا مش متابع حضرتك؟ انا متابع، اعتقد ان بيراميدز السابع باين ولا 97 ثالث مع اهلي واسماعيلي. و2001 ماشي. 2001 سابع زي ما انا قلت برضه سابع. انا متابع 2001 صراحه يعني. 99 ثامن. 2003 سابع. جمهوريه برضه 2003. انما الفرقه اللي ماشيه كويس اللي هي 97. ال 97 ماشيه كويس عنها. هل في يا كابتن علاء بتقعد مع المدير الفني، بتقعدوا مع المدير الفني الفريق الاول، ممكن ياخد حد، ممكن يكون له راي؟ على طول متواصلين انت لسه حضرتك الزميل ده على الهواء مع بعض اهو. احنا عندنا ماتش بكره مع الفريق الاول في الدفاع الجوي. ماتش الساعه 4/97 مع الفريق الاول. كل اسبوع بنلعبوا ماتش. ده عادي يعني، ده نوع من الوقوف على مستوى صعب معاه 9 لعيبه، صعب 9 لعيبه معاه. يعني الساعه 9 وعامل للساعه وداد. طيب هل في اكاديميات خارج النادي يا كابتن عصام؟ لان في ناس كتير عندنا القصه دي، وانا تعبت صراحه من ناس كتير ويقول لك بيراميدز. انا هقول لحضرتك اتفضل. الاسيوطي الاول كان عامل اكاديميات في مصر كلها، محافظات مصر كلها. دي كان وقت الحاج محمود الاسيوطي. كان في مصر كل محافظه فيها اكاديميه الاسيوطي. تمام. لما بيراميدز خد النادي لا ما اصبح ما فيش اكاديميات. طيب سؤال برضو اخير، عشان برضو الكلام ده كلام مهم جدا. القصه الاستثماريه موجوده في بيراميدز يا كابتن؟ لان في ناس كتير بتتكلم باسم بيراميدز. البيراميدز مكمل استثمار الاسيوطي، انما من شهر 5 ما فيش استثمار يدخل النادي. ما فيش. احنا قفلنا على اسيوطي بس، انما حاليا ما فيش استثمار. امال الناس اللي بتتكلم باسم بيراميدز يا كابتن ويقولوا كذا وكذا لا علاقه لنا بيها خالص. لا علاقه لنا بيها، واي حد يتكلم في حاجه زي كده يجي لي المنتجع على صوره موجود. سمعنا كلام كتير. حتى انا ممكن بقى ناس ثانيه بتتكلم باسم، زي ما انت عارف ان في ناس شغاله اكاديميات باسمنا ولا لنا علاقه بيها ولا نعرفها. حتى انا جيت كلمتك من فتره وقلت لك في ناس بتتكلم بتقول كذا كذا، وانت يعني اديتني كلام ان مفيش الكلام ده خالص. لا مفيش. حتى ناس كتير بتكلمني تقول لي في حد فاتح بيراميدز. قلت للناس انت اثبت لي واديني الميعاد بتاع اللي فاتح وملعبه وانا اجي لك اشوف القصه دي. حتى اللي بيكلمني ما بيثبتش ان حد فاتح. طب دي كلام مهم جدا يا كابتن عشان الناس بتسمعنا برضو والناس تكون عندها. انا بسمعك، لا يوجد استثمار في نادي بيراميدز. خلاص اي حد يقول لك كده يبقى بيضحك على الناس. تمام يا كابتن مصر، ونشوفك في حلقه قريب كده. انا هنزل لك مخصوص بالكاميرا ونعمل معاك لقاء حلو وشيق. حبيبي يا كابتن. اتفضل يا كابتن، اتفضل. طبعا كلام مهم جدا من كابتن عصام عيد. الراجل قال مفيش اي استثمار في نادي بيراميدز. كلام واضح، كلام الراجل واضح جدا يا جماعه. اذا الراجل بيتكلم كلام صريح. هرجع تاني ل عمر، انت قلت طموحك عايز توصل زي مين؟ قدم الشكر لمين؟ زي الكابتن عصام الحضري، واقدم الشكر لوالدي ووالدتي، وقفوا معايا في الفترة اللي فاتت طبعا، ومكملين معايا ان شاء الله. وانت عايز تقدم الشكر لمين؟ والدتك، صحابك، عايز تقول لي ايه؟ اخر كلام عايز تقول ايه؟ انا بقول الشكر لوالدتي، شكر يعني والدي واخواتي هم وقفوا معايا كتير وتعبوا معايا، ويعني مش عاوزين
يزعلوني يعني ولا اي حاجه يعني اللي انا عاوز اعمله يعني بعمله. يعني هم واقفين معاك ومساندين. مسانديني. حبيبي. وانت يا يوسف عايز تقول الشكر لمين؟ تقدم الشكر لمين؟ هتقول لمين شكرا؟ والدتك، والدك، اخواتك واقفين معاك، بيروح معاك التمرين. ايه؟ شكرا لمين؟ تشكر مين؟ تشكر مين؟ بابا ومامتي. ايه؟ بابا وماما. علي صوتك كده. تشكر مين؟ بابا وماما. بالتوفيق. يعني عايز تكون زي مين؟ عايز تطلع زي مين؟ كريستيانو. لا، في مصر هنا. محمد صلاح. محمد صلاح. بالتوفيق يا نجم. وانت يا شهاب عايز تقدم شكر لمين؟ لوالدتي ووالدي. وعايز تكون زي مين؟ الكابتن ابو تريكه. ابو تريكه. انت اهلاوي تحب الاهلي. اخواتك واصحابك دول كلهم مساندين ليك صح؟ يعني واقفين معاك. اتمنى لك التوفيق يا حبيبي. وانت سيد؟ احب اقدم الشكر لوالدتي ووالدي وجدتي اللي كنت باجي متاخر من النادي كانت بتستناني، واخواتي اللي وقفوا جنبي برضو، وكل اللي وقف جنبي. حبيبي بالتوفيق يا رب، ونشوفك كده نجم ونشوفكم نجوم. أكاديمية النجوم للكابتن علاء المنسي. هطلع لفاصل صغير نستقبل بعض الناشئين الجمال ايضا في أكاديمية النجوم اللي متولي مسؤوليتها الكابتن علاء منسي، وارجع لحضراتكم. اطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم. رجعنا تاني لحضراتكم بعد الفاصل، وايضا معانا بعض الناشئين في الفقره الثانيه مع الكابتن علاء المنسي، ايضا ضمن اكاديميه الكابتن علاء في تل راد بكفر صقر. هناخد برضو منهم بعض الكلمات المهمه. يعني كابتن علاء، انا شايف عندك بعض النجوم الكبار، يعني واحد كان 2005 اللي كان هنا ده شكله لعيب كبير. بسم الله ما شاء الله كويس. والتاني نفس القصه والبتاع المصري. يعني انت عندك برضو في تسويق. وعندي سلام حارس مرمى بيراميدز برضو 2002 ومصعد 2001. بسم الله. يعني هو ده بيراميدز يعني؟ بيراميدز مع كابتن 2001 ده جمهوريه. مصعد محمد صبري بيلعب 2002. هو 2002 دوري منطقه اصلا. بيلعب منطقه بني سويف. ما هو كل اللي بينتمي لبيراميدز يا جماعه بني سويف، منطقه بني سويف يعني. عشان يبقى الناس طبعا حسين الرضا المقصص الموسم اللي فات، وحاليا المصري برضه تلعب مصر بورسعيد. بورسعيد. مين اللي دربك؟ كابتن حسين العشري. كابتن حسين العشري. راح من امتى؟ الموسم ده. درب معاك كابتن علاء برضه. انت بيراميدز ولا؟ لا بيراميدز. دراسه كوره؟ لا ولا اكاديميه ولا؟ بيراميدز. مرتاح في بيراميدز؟
الحمد لله. بيدوا مكافآت ولا مفيش مكافآت؟ انا اعتقد قطاع الناشئين يا كابتن علاء ما فيهوش كده. لا مفيش لا. ما فيش الحاجات دي هنسمع عنها يعني. تسمع بس. يقول لك بيدوا مكافآت راتب شهري الكلام ده. المفروض ليك بس ما لكن هو بيتكتب في الكارنيه بتاعه هاوي. لحد ال 18 سنه هو لعيب هاوي. حكم كده ما كانت محترمه بعد ال 20. لا بعد ال 18 يبدا ان هم بيدوا فيه الصعود او الرحيل او الكلام ده يعني. وانت مروان مواليد كام؟ 2009. 2009 بتلعب ايه؟ دفاع. مدافع جسمك قليل. المدافعين الرخمين قوي برضه مدافع شرس يعني. فريق الاسبوع اللي فات ده وكانوا عاوزينه هناك برضه في جدا. هو بسم الله نزلت بيهم اختبارات يا كابتن؟ حد منهم؟ انا عندي مروان كان عاوزينه بتريت مفيش مكان مش بنروح الحمد لله يعني. بتروت لها اكتر من 3-4 فروع يعني. اكتر من منتشره في واحد في بوردين اعتقد، في واحد في المدفعيه وفي المطريه في كتير يعني. لا بيضم عناصر حلوه هناك موجوده. السيبل بتاعهم كده. انا احمد سعد، كابتن احمد سعد شخصيه محترمه جدا يعني. مصطفى تلعب ايه؟ حارس مرمى. وانت؟ انا بلعب نص ملعب خط نص يعني. حب الخط الوسط دي عايزه قوه. عايزه بتريكه كده. بتريكه؟ لا نص الملعب دي مثلا ممكن زي حسام عاشور، الناس اللي هي في نص الملعب، معتز اينو، دونجا زمالك، طارق حامد، الناس دي. يعني نص الملعب ده محتاج برضو التحامات قويه يا جماعه. نص الملعب ده من اخطر المراكز الموجوده في كره القدم يعني. وانت مصطفى انت قلت لي بتلعب حارس مرمى من امتى مع كابتن علاء؟ من شهر. بس جسمه برضه عايز ينزل شويه. ينزل بس ويبقى حارس مرمى ما شاء الله عليه. بس يعني ارجع بقى شويه كده ورا ده كده مظبوط. يعني انت بتدرب حارس مرمى ده. حارس مرمى ده عايزه قوه بدنيه وشغل بقى عالي وتراي وحاجات من دي. كابتن علاء مظبطكم يعني. طب هناخد بعض الرسائل يا جماعه. كان سؤال حلقتنا برضه عشان الناس بتزعل. كان سؤال الحلقه بتاعنا حسين الشحات هل مفيد للنادي الاهلي؟ وخالد بوطيب هل هيضيف لنادي الزمالك؟ اسئله كانت كتيره برضه. جاتلنا برضه بعض المقترحات. الاستاذ ايمن محمد بيقول بالتوفيق ربنا يخليك. الاستاذ محروس عبد المقصود بيقول صفقات مميزه بس للاسف غاليه جدا بالنسبه للسوق المصري. فعلا غاليه يعني يا جماعه. بنتكلم في 160 مليون و40 مليون و50 مليون. حاجات غاليه جدا، حاجات غاليه جدا صراحه. ولا انت مع تغيير بيراميدز ما فيش حاجه غاليه في مصر. يعني دخول بيراميدز بالقوه دي ادى المساحه لكل الانديه تلعب بالملايين. مفيش حاجه غاليه يعني وسمعنا كلام برضه عن رحيل مؤمن زكريا وكلام ونقاش، ساب التمرين ومشي، حصل مشاكل وبيحاولوا ان هم يوصلوا لمؤمن فكره ان المدير الفني هو صاحب الراي وصاحب القرار في النهايه. وده المنطقي. المدير الفني يا جماعه هو صاحب القرار في البدء، في المشاركه ده بتاعت المدير الفني مش بتاعت مدير كوره على فكره يعني. هو كابتن صالح عبد الحفيظ طلع والراجل وقال احنا بنتعاون مع مؤمن زكريا ومع مستر لاسارتي، لكن الراجل هو صاحب القرار في الاول والاخر يعني. استاذ امل يحيى بتقول بالتوفيق. عدد من الناس الكويسين. استاذ علي الشبراوي بيقول صفقات تحس انك في انجلترا. الدوري المصري لا يتعدى ثمن اللاعب اكثر من 5 مليون جنيه. انا معاك برضه يعني 5 مليون جنيه كتير جدا على اللعيبه المصريين يعني، مع احترامي للجميع يعني. لكن توصل لمرحله العناد تصل صفقه ل 160 و150 مليون يا جماعه يعني. وبرضه عشان يعني ذكرنا القصه دي طبعا نتمنى سلامات لمحمد محمود لاعب النادي الاهلي اللي اصيب في اول لقاء ليه. لكن هو التشخيص المبدئي يا جماعه تشخيص قطع في الغضروف وليس في الرباط الصليبي يعني، عشان تبقى بص يعني. ممكن يغيب من شهرين لشهر ونص وهيعود لما لاعب تاني. نتمنى التوفيق لمحمد، واحد من لعيب خط الوسط المحترمين جدا، لعيب معلم يا جماعه في نص الملعب. لكن نتمنى له التوفيق والقدر. ده القدر يا جماعه، نصيب يعني برضه عشان وده امتحان كبير جدا من ربنا يعني. استاذه ريم عبد العزيز بتقول صباح الخير. صباح النور. ابو ريان بقول صفقات مبالغ فيها ومفيش لاعب في مصر سعره يعد مليون جنيه. لا مليون جنيه لا، عد شويه مش مليون. والفرق مش بتشتري احتياجاتها الفنيه مش اكتر من عنده وخلاص. وتحياتي ليك حبيبي ابو ريان. احنا قلنا برضو الصفقات لا مليون جنيه ممكن 2 3 لكن تصل للميات 150 140 90 يعني. برضو خالد بوطيب بيتكلم في الموسم الواحد 40 مليون 30 يعني. برضو صفقه غاليه جدا على لعيب عنده 33 سنه يعني. هيديك ايه يعني مش فاهم يعني. ولكن ممكن ينجح في الزمالك ليه لا
لعيب اشول، مهاجم اشول، وانا واحد من الناس ما برشحش اي مهاجم اشول على فكره. هو بيلعب برجليه الاثنين، لكن هو الاكتريه بتاعته اشول يعني. لكن نتمنى ان هو يوفق في نادي الزمالك. ايضا حسين الشحات نتمنى ان هو يبدع في نادي الاهلي. حسين الشحات واحد من الناس اللي تعبت جدا ولحد ما وصل للعالميه زي ما بقول، يعني زي ما شفناها ايضا في بعض مقاطع الفيديو، تعب جدا يعني، واخوه طلع اتكلم، واحنا بنتمنى لحسين التوفيق. انت شايف كابتن علاء الصفقات دي مبالغ فيها؟ طب حاليا دلوقتي عشان تنافس مع انت معاك منافسين، معاك بيراميدز بسم الله ما شاء الله، عندك ده كينو ده تعمل لعيبه في مصر كلها. يعني كينو ده لعيب واحد في كينو كينو احتمال هيمشي يعني. انا سمعت ان هو هيروح، هو نادي احلى الدوري المصري عامه. يبقى عندك واحد زي كينو البرازيلي ده في صفقه. طبعا هو من اللعيبه مش مميزه، طبعا من افضل اللعيبه الموجوده في الدوري المصري عامه، وجهه نظري الشخصيه يعني. هو كينو فعلا. فتحي علي بيقول يا استاذ فريد حسين الشحات نجم كبير، واضاف للاهلي، بس الاسعار بتاعت اللعيبه كتير، ما فيش لاعب في مصر يساوي الفلوس دي. شكرا لحضرتك. فعلا يا استاذ فتحي، قلنا برضه يا جماعه كله بيتكلم على قصه الاسعار، واحنا بنتكلم دايما فيها ان قصه الاسعار دي دايما لازم يكون فيها يا جماعه ربط تقنين للوضع ده. انا وجهه نظري الشخصيه، رؤساء الانديه المحترمين يقعدوا مع بعض، يتفاهموا مع بعض، فنتصل لسعر محدد، سقف معين للاعب. ما ينفعش العناد ده بيوصل للاعب، ممكن يوصل للاعب 200 مليون، فبالتالي انا شايفها صعبه جدا يعني. كابتن احمد علي بيقول صباح الفل كابتن فريد، مبروك استضافه مصر افريقيا. الله يبارك فيك يا كابتن احمد، وان شاء الله تعود الروح للكره المصريه باذن الله. ابو نصار بيقول الاثنين اضافه مميزه يا كابتن فريد. الاثنين احنا لسه مش نحكم، ما نقدرش نحكم، حتى لو كان حسين الشحات نجم كبير في العين، لكن ممكن سيستم الاهلي وطريقه لعب الاهلي ما تسمحش لحسين الشحات ان هو يأدي زي ما كان بيأدي في العين، وان كنت متوقع ان هو ينجح حسين الشحات في العين. محمد عبد العزيز ابو ريحان بيقول صباح الخير يا كابتن، اعتقد الصفقات مبالغ في سعرها جدا، وحسين الشحات كان محمد محمود افضل منه من وجهه نظري للاهلي، لكن الاصابه ابو طيب عمر السعيد افيد من عمر السعيد. في اللقاء الماضي يا جماعه اثبت ان هو عمر السعيد، استلام، تحضير، سرعات، بيوصل للمرمى، محطه مهمه جدا لمستر جروس في اللقاء القادم امام اتحاد طنجة يوم الاحد المقبل، في مباراه صعبه جدا. لكن عمر السعيد خلاص بعد رحيل كاسونجو للوحده السعودي خلاص اصبح خالد بوطيب، وخالد مش مقيد افريقيا، فبالتالي ما عندوش خيار غير حميد حداد المغربي وايضا عمر السعيد. لكن الزمالك لو تخطى المرحله دي خلاص هيقيد خالد بوطيب ومفيش مشاكل يعني. ابو عبد الرحمن محمد بيقول هيبقى يا كابتن فريد اضافه من عدم، وهتكون حسب طريقه لعب المدرب. ممكن طريقه المدرب تكون في صالح اللاعب، وممكن ايضا ما تناسبوش، تبقى في ضده الدور على اللاعب انه يجتهد. فعلا يا محمد يا سعد انا معاك برضه في الكلام ده، اللاعب لازم يجتهد ويثبت وجوده عشان المدرب يقتنع بيه. ابو احمد دكتور محمد نجم بيقول بتوفيق يا كابتن الحبيب، ربنا يخليك يا دكتور. ابو فريده بيقول عماد طلبه بيقول كابتن فريد العالم المتالق، اعتقد يا كابتن انهم اضافه قويه للفريقين، ولكن الاسعار مبالغ فيها. فعلا احنا قلنا الكلام ده عمده، وقلنا الاسعار دي خياليه يعني مش اسمها هنا يعني. الهداف محمود مرعي بيقول صفقتين من العيار الثقيل لقطبي القرى المصريه، متفق معاك برضه. عبد العزيز الشام بيقول صفقات هتكون مفيده للفريقين اكيد، ولكن المبالغ اللي بتندفع في اللعيبه مبالغ فيها بشكل كبير. تتفق معايا يا كابتن؟ اتفق معاك يا زيزو، طبعا قلنا الكلام ده، يعني صفقات مبالغ فيها جدا جدا جدا. احمد عبد الرازق بيقول كابتن فريد اعتقد حسين الشحات هيكون هو الاضافه الاكبر افاده، ولكن ابو طيب محتاج وقت اطول، ولكن هيكون اضافه فعلا يا ابو حميد. انا برضه وجهه نظري معاك بالظبط، ان حسين واحد من اللعيبه اللي لعبت هنا في الدوري المصري وعارف هو بيعمل ايه، وفتره احترافه في العين كانت ناجحه جدا جدا جدا. سعيد ابو بيقول كابتن فريق جزار من سؤالك في حكايه كوره، ان الانديه المصريه الكبيره زي الاهلي والزمالك اللي بتملك رصيد مالي بتكون قويه عكس الانديه الفقيره. اكيد يا عم سعيد، اكيد يعني الانديه الكبيره دي هي المستفاده في الاول والاخر، لانها بتقوي فرقتها بصفقات بدعايه باعلانات، فبالتالي هم الاقوى. ولا انت مش معايا يا كابتن؟ بيجيبوا اللي عاوزه يعني. بيجيبوا اللي عايزه. يعني الفلوس يا جماعه دلوقتي بتعمل اي حاجه، وما تقوليش انتماء لا مفيش، وابن النادي والكلام اللي احنا سمعناه قبل كده لا مفيش انتماءات يا جماعه. كل لاعب بيدور على مصلحته، يامن مستقبل ولاده، مستقبل اسرته. شفنا دلوقتي عبد الله السعيد فين؟ كان نجم في الاسماعيلي، راح الاهلي، خلاص الاهلي شالوا
لعنات، راح السعوديه حصل مشاكل، وقع للزمالك، رجع بيراميدز، سجل في الاهلي. يعني دواره، الكره دواره يا جماعه، مالهاش كبير، ما تقوليش انتماء. وانا مع عبد الله السعيد عموما يعني في كلامه، قال لك ده بيتي وده مستقبلي، بكره اقعد انا عايز امن مستقبل ولادي. كابتن احمد علي تاني شحته النجار بيقول الشحات سيكون اضافه للاهلي. خالد بوطيب لن تتضح الرؤيه بالنسبه له من تالقهم الزمالك يعني من اول 3 مباريات مشاركه. انا معاك يا كابتن شحته. محمد ادريس بيقول اعتقد ان بوطيب هيكون اضافه قويه في ظل وجود عمر السعيد وحميد احداد، وبكده يكون منافسه بين اللعيبه وده هيصير في مصلحه الزمالك. فعلا هو فين. السيد العرب بيقول صباح الفل يا نجم محترم. يعتبر اضافه، بقول لك خالد بوطيب يعتبر اضافه قويه للملكي، والشحات في مكانه في الاهلي كتير. في مكانه، لكن حسين الشحات يا استاذ سيد برضه من اللعيبه القويه اللي هيكون لها مكان ودور كبير جدا سواء في منتخب مصر او لا. كابتن سلام الضوء بيقول برنامج الساعه كام؟ يوم الاحد ان شاء الله يا كابتن سلام. ابو ريتال بيقول الشحات صفقه عالميه وهتفيد الاهلي 100%. ابو طيب لاعب جامد وكويس، اكيد هيفيد الزمالك كتير طبعا، اكيد يا ابو ريتال. عزت ابو شاهد ابو يونس بيقول الاهلي بطل الدوري ويسجل عندك يا نجم. انا بعتقد الامور صعبه جدا يا جماعه في ظل فوقان نادي الزمالك، لكن الدنيا رايحه لاتجاه القلعه البيضاء، ده وجهه نظري الشخصيه يعني. فاي تعثر للنادي الاهلي مش لصالح النادي الاهلي. اي تعثر للنادي الاهلي مش في صالح النادي الاهلي. وحتى المباراه الاخيره مع سموحه ضربه جزاء وجمهور الاهلي مش راضي على الاداء بتاع النادي الاهلي. مش هو ده النادي الاهلي. يفوز بضربه جزاء 1-0 تعادل مع الداخليه. مش عايزين بقى ندخل في الحاجات دي. محمد حسن بيقول الاثنين يا كابتن لعيبه سوبر وعلى مستوى اكيد سوف يصنعون الفارق. استاذ ساميه منعم بتقول متالق دايما يا استاذ فريد، ربنا يخليك يا استاذ ساميه. وبكده برضه يعني احنا دايما بندخل اصدقائنا معانا يا جماعه في بعض الرسائل ويشاركونا كده في بعض الاسئله. هروح لمصطفى. مصطفى انت قلت لي انت امنيتك ايه؟ عايز توصل لايه؟ كل لاعب يعمل كوره حلو كبير ومشهور. مشهور. ويحتاج منك شغل برضه. انت في سنه كام؟ ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي. انت مواظب بين الدراسه والتمرين بتاعك؟ مواظب. في برضه شغل تنسيق، في دعم من والدك والدتك؟ ايوه. تقول لهم ايه؟ عايز تقول لهم ايه؟ ربنا يديهم طول العمر ويخليهم مساندينك، واقفين معاك كل حاجه، مش مقصرين معاك. ربنا يكرمك يا نجم ونشوفك كده حارس مرمى كبير. وانت محمد؟ نفسك تكون زي مين في نص الملعب؟ عاوز ابقى زي عبد الله سعيد. عبد الله السعيد. عاوز ابقى زي اي حد من دول. من نص الملعب يعني لعيبه نص الملعب. في دعم من والدك والدتك واقفين معاك، اخواتك صحابك؟ امك واقفه معاك على طول يعني؟ واقفه معايا على طول. تقدم الشكر لمين؟ عايز تقول لمين شكرا؟ لأمي. والدتك؟ هي اللي اصرت ان هي يجي وكده. وصل الكاميرا. اصرت ان هي عند الكابتن علاء. لغايه تروح انت من بلد الكابتن علاء؟ دول كلهم من بلد الكابتن علاء؟ من جنبنا من المركز برضه من نفس القرى اللي جنبك يعني، مش من تل راقي يعني؟ لا كلهم من مش عند حد من تل راقي، الكابتن مروان بس. الباقي كله من الارياف كفر الصقر. بالتوفيق يا نجم نشوفك كبير. مروان نفسك تكون زي مين؟ مارسيلو؟ لا في مصر. انت لغايه على مارسيلو على طول. ايه؟ محمد صلاح في مصر هنا. عايز انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي. اهلاوي. بتحب مين في الاهلي؟ انا بحب عبد الله السعيد. عبد الله في الاهلي؟ عبد الله ماشي. بحب في الاهلي. ما فيش حد دلوقتي. ازارو، علي معلول، حسام عاشور، عندك مروان محسن. بحب مروان محسن عشان اسمك يعني. ماشي يا برنس. عبد السلام، شايف المرحله الجايه بتاعتك فين؟ ان شاء الله مصر مع كابتن علاء، وبحب اشكره جدا وتعب معايا برضه. طبعا هو اللي هواني، هو اللي وقفنا على رجلي في الملعب. بشكره هو ابويا برضه واخويا الكبير، وبحب اشكر مامتي وبابايا. بابايا مش هيصرف معايا في اي حاجه والله. تمام. ومامتي برضه. بحب اشكر صحابي يعني جدا. كل الناس دي وقفت معاك؟ وقفوا معايا جدا وساعدوني كتير. تمام. طب وانت حسين عايز تشكر مين؟ بابا وماما هم اللي وقفوا معايا كتير برضه، وكابتن علاء اللي وقفنا على رجلي وعاوز كل حاجه ليا. بالتوفيق يا نجوم ودايما متألقين كده. كابتن علاء، رأيك في تقنين الأوضاع بتاعت الأكاديميات دي؟ أي حد يفتح أكاديمية كده
كانت كتير يا كابتن. يعني اصبحت كتير. لا كتير خالص يعني الاكاديميات دلوقتي اكتر من اللعيبه. ما دي مشكله يعني، احنا دايما بنقول يا جماعه ما ينفعش، لازم يكون في تقنين الاوضاع، مش كل شارع يلاقي فيه اكاديميه. ولا انت مش معايا في القصه دي؟ ده الدنيا كلها مليانه، بالذات الشرقيه عندنا. حاجه الشرقيه كل خطوتين. يعني الشرقيه فيها اكتر من حوالي 40 اكاديميه في كل مركز، يعني بنتكلم في حاجات. دلوقتي الاكاديميه اكتر من اللعيبه، لما ده كله هيمرن يعني حاجات مش كل الناس هتلعب كوره. وبعدين حاجات غريبه يعني بنشوفها يا جماعه الفتره اللي هيجي لك الولد كويس موهبه بس يلعب كوره، ما يلعبش فيه 100 حاجه ثانيه. انت شايف بقى ان نطلع بقى من موضوع الاكاديميات والحاجات دي، ندخل على منتخب مصر. شايف منتخب مصر حظوظه ايه في افريقيا؟ لا ان شاء الله مع الجيل اللي طالع حاليا كده باذن الله يا رب يبقى زي الاول، يعني زي 2006 و8 نفس الجيل القديم ان شاء الله. يعني انت موجود حاليا دلوقتي. احنا متعشمين خير برضه في منتخبنا الوطني. الدوري دلوقتي ودايما لازم يكون في تنسيق، ولازم يكون من دلوقتي ترتيب عشان المنظر الحضري يطلع بشكل جميل. احنا في بلد امن يا جماعه. بعدين البطوله دي يا كابتن اجت في وقتها. طبعا الكل يعرف ان مصر بلد امن. واحنا قلنا يا جماعه 16 صوت ده معناه ان مصر رقم 1، فبالتالي احنا عايزين يا جماعه من هنا نخاطب كل المسؤولين، لازم تحضر كويس، لازم تشوف كل شغلك على اكمل وجه عشان تقدر تصل لحاجه ناجحه باذن الله، ويكون الكاس يا رب من نصيب منتخبنا الوطني. اخر كلمه عايز تقولها يا كابتن علاء. انا عايز اشكر حضرتك. ربنا يخليك يا الفرصه دي وشرف ليا كنت معاك. ربنا يخليك، انت راجل محترم جدا وشخصيه محترمه، وشرف لي ان اكون على صوت العرب. وبشكر طبعا اهلي ووالدتي واخويا واهلي بلدي العراق طبعا. لولا هم ما كنتش انا موجود مع حضرتك دلوقتي. حبيبي يا نجم، اتمنى التوفيق ودايما يكون يعني مش اخر لقاء بيننا ان شاء الله، ويكون دي اول بدايه معرفه خير يا رب ان شاء الله. انت شخصيه محترمه واحنا في النهايه شرقوه يعني. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. هنطلع طبعا لفاصل صغير ونستقبل بقى اخر فقره يا جماعه عشان ننهي حلقتنا. نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم. شبابها هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها. مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها هم دول ولادها، انك تفيد بلدك وناسك تبني خير. النجاح ترسم طريقة بالطموح وعليه تسير. النجاح مش مستحيل للغني او للفقير. هم دول شبابها هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها. مصر دي أمانة. رجعنا تاني لحضراتكم بعد الفاصل، ومعانا اتصال مهم جدا. مدير قطاع الناشئين بنادي الاعلاميين كابتن جابر عبد الهادي. كابتن جابر مساء الخير. مساء الخير. اخبار حضرتك ايه؟ وحشنا كتير جدا. الله يخليك يا كابتن. الله يكرمك. الله يخليك يا حبيبي. طمنا كده على قطاع الاعلاميين يا كابتن. قطاع الاعلاميين ماشي تمام الحمد لله رب العالمين. تمام. عاملين طفره كويسه خالص في جميع المراحل السنيه. عندك كل الاعمار يا كابتن صح؟ كل الاعمار 97 لحد 2010. ده في نادي الاعلاميين تحديدا. ايوه. في بعض الفرق عندك مشاركه قطاعات، في بعض الفرق عندك اثبتت وجودها يا كابتن؟ ايوه كابتن، عندنا فرقه ال 97، عندنا فرقه ال 2000 من اقوى فرق الدوري. فرقه ال 2000 فرقه جامده جدا، وفي لعيبه ان شاء الله طالعه باذن الله لانديه كبيره. برضه. ايوه. في بعض التصعيد عندك. وعندنا فرقه ال 2003 طالعه قطاعات ان شاء الله.
في عندك بعض الناشئين اللي صعدوا فريق اول يا كابتن، في بعض في توأمه بينكم وبين عندنا من ال 2000 عبد الله طلع فريق اول. مين اللي ماسك الاعلاميين يا كابتن عندك فريق اول؟ كابتن جميل حلمي. كابتن جميل حلمي هو اللي ماسك متولي مسؤوليه المدير الفني للفريق الاول. ايوه طبعا. عامل شغل جامد قوي، واحنا بسم الله ما شاء الله في المراكز الثلاثه الاوائل دلوقتي ان شاء الله. ربنا يكرم يعني. يا رب يا رب نشوفكم دايما، والقطاع الاعلامي قطاع محترم. طيب قطاع الزرقاء يا كابتن، ربنا يخليك يا حبيبي، قطاع الزرقاء وضعه ايه؟ قطاع الزرقاء عندنا مواليد 97 صعدوا قطاعات. وعندنا مواليد 2000 صعدوا قطاعات. الاثنين. طبعا في باقي الفرق لسه فاضل ماتشات، طبعا انت عارف ان في امتحانات دلوقتي. تمام. مريحين يعني. لسه باقي ماتشات كده لل 2001 ربنا يسهل، فاضل لنا 3 ماتشات. ربنا يسهل فيهم يعني. يا رب يا دولي نشوفك كده دايما موفق ودايما متعلق، ويكون لنا لقاء قريب ان شاء الله على الشاشه كابتن. ان شاء الله، ده شرف ليا يا كابتن. الله يخليك كابتن مصر، الله يخليك. اتفضل يا كابتن، اتفضل. طبعا مكالمه مهمه جدا من الكابتن جابر عبد الهادي مدير قطاع الناشئين بنادي الاعلاميين. هطلع لفاصل صغير وارجع بقى ايه ندردش شويه مع النجوم الكبار. اطلع لفاصل وارجع على طول. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها. مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، انك تفيد بلدك وناسك تبني خير. النجاح ترسم طريقة بالطموح وعليه تسير. النجاح مش مستحيل للغني او للفقير. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها. مصر دي أمانة. جيت حضراتكم تاني بعد المكالمه المهمه من كابتن جابر. هرحب بالضيوف. ابراهيم الشحات برحب بيك، سيف محمد برحب بيك، ابراهيم صبحي برحب بيك، محمد حسن برحب بيك، ناصر برحب بيك يا ناصر. ودايما متألقين. قبل ما افتح الحوار معاكم هدخل بس في حاجه بسيطه. من الاسبوع الماضي نظم مركز شباب صبيح بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بمدينه هي تحديدا قريه صبيح ماراثون الجري. كان على اعلى مستوى، حضر فيه بعض القيادات الحزبيه الجميله، حضر فيه بعض الرموز من القرى وبعض الشباب من القرى، سيدات وشباب واطفال. كان مهرجان على مستوى عالي جدا، تنظيم رائع جدا. حضر الدكتور عادل جوده امين الحزب بمدينه هي، الدكتور حاتم عبد العزيز الشخصيه المحترمه جدا اللي دايما وابدا بيساند الرياضه في مدينه هي من الشؤون الماليه والاداريه على مستوى المحافظه. حضروا وسط ترحاب وجوائز وحاجات كانت في منتهى الرعب. قدم من هنا الشكر لكل الافراد اللي قاموا على هذا التنظيم الرائع. تنظيم كان قوي جدا، ويعني لقى قبول جميل عند كل الاطراف. الكابتن رمضان الاخرس رئيس مجلس اداره مركز شباب صبيح، واحد من الناس اللي تعبت جدا. الاستاذ علي الشبراوي عضو مجلس اداره صبيح ايضا تعب جدا في التنظيم ده. الكابتن محمد فريد الجزار الجندي المجهول اللي كان بيشتغل على قدم وساق لاظهار المظهر الحضاري لقريه صبيح، ودائما بنعطي مثال
كل الالعاب الرياضيه. كابتن محمد ابراهيم بسيوني ايضا ما ننساهوش، وبعض الناس اللي وقفت، المستر عبد الرحمن كمال، وبعض الناس اللي كان، والاستاذ احمد الزيات، يعني بعض الناس اللي وقفت وسندت وبقوه يعني. فنتمنى لهم التوفيق، ودايما دايما صبيح يا رب في العلالي. ابراهيم بتلعب فين دلوقتي؟ انا بلعب في نادي عرب الحزب. درجه كام؟ درجه ثالثه. مواليد كام؟ 99. 99. طموحك المرحله الجايه؟ ان شاء الله خير ان شاء الله، ربنا يكرم ان شاء الله، ونفسي يعني. انت اهلاوي لازم كام؟ لا انا اهلاوي. اهلاوي. ما رحتش خبرات قبل كده دوري ممتاز؟ لا رحت غزل المحله ولعبت ووافقت وكل حاجه وعجبتهم، ورحت معاهم فتره اعداد، بس حصل شويه مشاكل وظروف عندنا في البيت دي اللي خلتنا نقعد. يلا بالتوفيق ليكم ان شاء الله. سيف مواليد كام؟ مواليد 2000. 2000 بتلعب فين؟ بلعب في عرب حسن. برضه نفس القصه. طموحك انت المرحله الجايه سيف تلعب ايه في الملعب؟ انا بلعب هاف. رحت اختبارات قبل كده؟ رحت اختبارات بس ربنا ما وفقنيش وكده. برضه لكن انت مجتهد يعني، انت بتحاول. الحمد لله يعني الحته ان شاء الله الحته احسن ان شاء الله. يا رب نشوفك كده دايما متالق ودايما ناجح كده يا برنس. ودايما الكرة يا جماعه عايزه شغل بدني طبعا، او التزام وفنيات التزام قوي من كل شيء. طبعا. ناصر انت مواليد كام؟ مواليد 2000. 2000 بتلعب فين؟ بلعب في التنمية سبورت حاليا. بتلعب ايه دي؟ في السيدة عيشة. السيدة عيشة درجة كام دي؟ دي درجة رابعة. رابعة. بتلعب في المنطقة دي ولا ايه؟ بنلعب منطقة القاهرة. مركزك ايه في الملعب؟ أنا حارس مرمى. حارس مرمى. لعبت شاركت السنة دي؟ لعبت معاهم نص الموسم بس. نص دلوقتي انت مقيد ولا مش مقيد؟ لا حاليا لسه ما تأيدتش بقية الموسم الجديد. يعني انت فري دلوقتي. يعني انت دلوقتي فاضي يعني مفيش. بالتوفيق يعني. محمد حسن مواليد كام؟ 2001. 2001 بيلعب جمهورية. بتلعب فين؟ ترسانة. الفريق الأول ماشي عندكم بشكل كويس. بتلعب دوري معاهم ولا ايه؟ لا لسه ما وجدتش عامل في الموسم ده ان شاء الله. يعني لسه هتمضي لكن حاليا مش موجود. ايوه. بتدرب فين بقى؟ أكاديمية ولا لا مش بداية الأمر؟ أمال ايه؟ بلعب. رحت مع كابتن هشام ورحت اختبرت يعني عنده كده وودينا الترسانة وبنزل معاهم كده يعني تمارين كده. تمارين بدنية لرفع المستوى البدني. ايوه وربنا كرمني يعني معاهم. وانت ابراهيم؟ انا بلعب في نادي كلي 99. مع الكابتن بيبو ولا مين؟ مع الكابتن ابراهيم زيد. ابراهيم زيد. الكابتن بيبو ماسك 99 اعتقد. مرتاح في جولدي؟ الحمد لله. مين ماشي على الكوره عندكم؟ كابتن احمد غني ولا مين؟ كابتن احمد غني حرس الحدود تعرفه؟ صح؟ كابتن احمد غني. مرتاح في جولدي يعني؟ خطوه ليك يعني. طبعا ان شاء الله. يعني انا احترامنا الكامل لكن احنا بنقول دي خطوه سلمه. طبعا. انت طموحك المرحله الجايه ايه؟ لا ان شاء الله خير يعني. طموحي باذن الله نفسي اكون صلاح الثاني. عايز تكون زي صلاح ان شاء الله. رحت اختبارات قبل كده؟ رحت الاهلي. رحت الاهلي. بس ما حصلش توفيق. برضه يعني انت بتحاول على قدم وساق ان انت تظهر بمظهر كويس ان شاء الله. والتوفيق يا نجم، ودايما نشوفك كده متألق، وان شاء الله نبارك لك في نادي يكون دوري ممتاز ونادي يكون حاجه حلوه ليك يعني. برضه كل واحد يا جماعه بيتكلم في الطموح ده مشروع عند اي حد، فبالتالي احنا دايما مساندين للجميع، مش عندنا بقى ايه اهم حاجه مصلحه الولد، اهم شيء مصلحه اللاعب. ده اللي تفرق كتير جدا على فكره. اللاعب بيجتهد وبيصل لحاجه مثلا هو حاببها او هو عايزها، فبالتالي الطموح زي ما احنا قلنا مشروع. هروح تاني للشحات ابراهيم. لو انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي. لو كانك الزمالك هتروح؟ لو بدون الاهلي اروح. لو من غير الاهلي اروح. طبعا الاهلي مش قدم عرض. ايوه اروح الزمالك. تروح الزمالك عادي مفيش مشكله. طبعا. يعني انت شايف ان الموضوع عادي. ايوه وهي لاعب برضو كده. يعني انت بتقول مثلا يا جماعه انا راجل طب مثلا ما جاليش الاهلي. تمام. وجالي الزمالك. نعم. اكيد اي حد اكيد طبعا نادي كبير والفكره هي استثمار زي ما بنقول ايه، هي في اكل عيش. ودي وظيفتك في الاول والاخر يعني.
المصلحه بتاعتك انت في اتجاه، في مسانده من والدك والدتك، حد بيساندك في الحاجات دي؟ ايوه. مين اللي بيساندك؟ والدتي ووالدي وجدي تمام. واخواتي، هم دول واقفين معاك في الكوره اصلا. واقفين معاك، هم اللي واقفين معاك، مساندينك بكل قوه معاك، متابعينك. تمام. يعني مش مخلينك عايز اي حاجه. لا الحمد لله. تقدم الشكر لمين؟ الكابتن هشام، بشكر الكابتن هشام جدا. تمام. والكابتن علاء السعيدي. والكابتن غريب. تمام. والكابتن احمد مصري والكابتن احمد عبد الرؤوف. الكابتن احمد عبد الرؤوف. تمام. يعني انت ده الناس دي كلها انت اشتغلت معاهم؟ اشتغلت مع الكابتن احمد عبد الرؤوف والكابتن احمد مصري في الاسماعيلي. تعبت معاهم يعني؟ الحمد لله تعبت جامد كمان. في حد من صحابك اصدقائك الناس دي اكيد بتتابعك، الحاجات دي بتكون يعني مهمه جدا. كتير قوي، صحابي كتير قوي برضه. يعني ده كله بيساندك؟ ايوه، صحابي مشجعيني جدا كمان وقرايبي. بالتوفيق يا نجم مصر، ودايما كده ونشوفك نجم كبير، ودايما احنا مساندين معاك ومتابعينك، وبرضه كل النجوم اللي معاك برضه احنا متابعينهم، ودائما وابدا زي ما بنقول ايه، لازم تتعب عشان تلاقي. لازم. فان شاء الله ربنا يوفقك يا رب. ان شاء الله بامر الله. وانت سيف عايز توصل لايه؟ عايز اوصل يعني لحلم كبير، يعني طموح. الطموح ده مشروع طبعا ما بنقولش فيه حاجه، لكن في النهايه دايما بنقول يا جماعه بالظبط. يعني احنا دايما قلنا 20,000 مره ان قصه الكوره عايزه تعب شويه طبعا. فانت بتقدم الشكر لمين؟ اقدم الشكر طبعا لكابتن هشام. كابتن هشام. كابتن غريب. تمام. والدي ووالدتي اللي هم ساعدوني يعني. ده واقفين معاك، مش مخليك عايز حاجه يعني. طبعا. الحمد لله. في حد انت شايف وجهه نظرك الشخصيه كده في المرحله اللي جايه بتاعتك يعني ايه؟ وجهه نظري؟ في انديه انت عايز تروح نادي معين مثلا، نفسك تكون لاعب كبير في نادي معين، انت عايز تتمنى تلعب في نادي محلي ولا محلي؟ بصراحه الاهلي او الزمالك يعني. اي لاعب يتمنى يلعب فيه. تمام. وانت يا نصر تقدم الشكر لمين وعايز تبقى زي مين؟ اقدم الشكر طبعا لكابتن هشام، كابتن عبده مدرب الحراس، تعبان معايا صراحه من صغري. وطبعا والدي ووالدتي وابن خالتي الصراحه كان بيساندنا على طول، وناس كتير صراحه تعبت معايا. يلا بالتوفيق يا نجم، نشوفك نجم كبير كده. محمد حسن تقدم شكر لمين؟ أقدم شكر لوالدي ووالدتي إن هم وقفوا جنبي يعني، وبيساعدوني إن أنا أبقى حاجة حلوة في الأول إن شاء الله. تمام. أنا بشكرهم شكرا جزيلا، وبشكر خالي برضه إن هو واقف جنبي في موضوع يعني الاختبارات وكده. وأنا بشكره، وبشكر فعلا الكابتن هشام إن هو وصلني لحاجة زي كده، وبشكره شكرا. بالتوفيق يا حبيبي. وأنت إبراهيم؟ طبعا بشكر الكابتن هشام وأهلي واقفين جنبي من صغري. لو كله واقف معاك مساندك، انت دايما لازم تيجي على نفسك شويه وتحاول انت تصل لحاجه انت حلوه. لازم اللي يوصل يتعب. وبتمنى لكم برضه التوفيق. قبل ما برضه ما اختم اقول لكم بس نبذه بسيطه عن مشاركات منتخب مصر في البطوله الافريقيه. عدد مشاركات مصر في البطوله 23 مره، اكثر الدول المشاركه في القاره السمراء. 23 مره مصر طبعا شاركت في البطوله الافريقيه. عدد مرات الفوز 7 بطولات، 2059 و57 و59 و66 و98 و2006 و2008 و2010. عدد مرات استضافت البطوله 5 مرات، بينما الملاعب طبعا اللي هتستضيف البطوله اللي عندنا في مصر: استاد القاهره، استاد السلام، الدفاع الجوي، الكليه الحربيه، برج العرب، الاسكندريه، الاسماعيليه، ملعب الجيش بالسويس. كده تكون انتهينا من حلقاتنا النهارده طويله جدا لكن شيقه جدا. ودايما تابعوني في برنامجكم حكايه كوره. الى اللقاء.